You're never gonna be your true self until you transcend your humanity. What do? You need to go back to the start. واو، ذا بويز اخيرا حاجه نظيفه نزلت. مبدئيا كده قبل اي كلام، في حاجتين وجب عليهم التنبيه بقوه. الاول، انا قررت اخلي القناه دي تقبل اي حاجه ليها علاقه بالابطال الخارقين، مش للكوميكس بس، لا، كوميكس وتحليل وشرح افلام ومسلسلات ومراجعه افلام باستثناء المراجع القاسي. دي سلسله لقناه الافلام. ليه عملت كده يا فاروق؟ عشان اخصص الابطال الخارقين في حته واخلي قناه الافلام لباقي الافلام. تاني حاجه، المسلسل ده للكبار فقط، تمام؟ اكيد انت عارف حاجه زي دي طالما دخلت الفيديو. اغلب اللي بيتعرض عليه للبالغين، سواء الفاظ وايحاءات او مشاهد عنيفه او خارجه. دي حاجه لازم تعرفها. والفيديو ده مش هحلل التفاصيل واربطها بالكوميكس، ده شرح للثلاث حلقات للناس اللي مش مجمعه او فايتها حاجه، لان في حاجات كتير قوي بتحصل دلوقتي واحنا وصلنا اخيرا للذروه. فمن غير رغي كتير يلا بينا. طيب، في 3 جبهات في القصه دي بيواجهوا بعض، كل واحد فيهم ليه هدف معين. الجبهه الاولى ذا بويز بقياده ماذر ميلك، ومدعومه من CIA او المخابرات الامريكيه، اللي بتتمثل في جريس مالوري وسينجلر. وهشرح لك دول مين دلوقتي. بعد ما فشل بيلي بوتشر في انه يقتل هوملاندر الموسم اللي فات، وكمان سمح له انه ياخد ابنه رايان، ده غير كمان ان خطته الفاشله تسببت في ان كوين ميف تفقد قدراتها. وكوين ميف اصلا من اكبر اعداء هوملاندر ومن اهم اسلحه الحكومه. وسولجر بوي يغمى عليه ويتم حبسه من المخابرات الامريكيه بعد ما اتاكدوا ان مستحيل السيطره عليه. فمش بس هوملاندر ما ماتش، لا، ده كمان خد ابنه اللي بيمتلك نفس قدراته وبيسمم عقله دلوقتي، وهيحوله الخليفه ليه، اكثر بشاعه ودمويه. فشل بكل المقاييس. كل ده خلى المخابرات تتدخل وتنتزع قياده ذا بويز من بوتشر وتسلمها لماذر ميلك، وتموله باموال وموارد تساعده في مهمته دي. طب ايه دلوقتي مهمه ماذر ميلك تحت اشراف المخابرات؟ لازم باي شكل او وسيله يقتلوا نيومان. دي اولويه قصوى. اشمعنى نيومان؟ لان نيومان مرشحه انها تكون نائب رئيس مع سينجلر اللي مترشح للرئاسه. سينجلر عارف كويس ان نيومان خارقه، وعارف كمان انه لو تم انتخابه كرئيس ونيومان بقت النائب بتاعه، فحرفيا هتقتله وتبقى هي الرئيسه وتخضع البشر كلهم للحكم. زي ما تقول كده هتحول البشر لعبيد عايشين تحت حكم ديكتاتوري وقاسي من الخارقين بقياده هوملاندر اللي بيمشي نيومان زي ما هو عايز. هو قال لها كده، اول ما تقتلي سينجلر وتبقي رئيسه لازم تدي السيطره للخارقين، تخليهم ياخدوا مناصب في الدوله وصلاحيات على الشرطه ومناصب في الجيش. سينجلر مستحيل يوصلها لكده مهما حصل، فكلف ذا بويز بقياده ماذر ميلك للقضاء على نيومان باي وسيله. المشكله ان نيومان من اقوى الخارقين، حرفيا هيوي رمى عليها اسيد او حمض وما تاثرتش نهائي، ده حتى شعرها نفسه ما اتحرقش. ده غير بوتشر اطلق طلقه في دماغها ارتدت عادي جدا وكانت هتقتل هيوي. قوتها الجسديه بالاضافه لتلاعبها بالدم بيخليها من اخطر الخارقين، فصعب جدا تقتلها. ماذر ميلك اقترح يستخدموا قدرات ستارلايت لهزيمتها، بس للاسف ده مش مضمون. حلو كده، عرفنا هدف ذا بويز وانهم اتحولوا من فرقه منفصله مستقله تعمل بذاتها لفرقه انتحاريه تخدم الحكومه في السر. ذا بويز بقى جواه 3 اشخاص ب3 اهداف مختلفه. ماذر ميلك اللي عايز يقتل نيومان زي ما قلت لك، وستارلايت اللي عايزه تقضي على هوملاندر بس من غير ما تقتله. هدفها انها تشوه صورته، تخليه يتجازى ويتعاقب على الجرائم اللي عملها من الحكومه. عملت جماعه او حزب بيدعو لمعاقبه هوملاندر على ابشع جريمه ارتكبها في نهايه الموسم اللي فات، قتل مدني وسط انظار العامه دون رقيب. هي عايزاه يتحاكم ويتعاقب ويتكشف امام الشعب. هوملاندر طبعا بيواجهها ب2، سيستر سيج اذكى انسانه على وجه الارض، وفاير كراكر. سيستر سيج ساديه مختله منزوعه العاطفه، عايزه تطبق نظريتها ان الخارقين يحكموا الارض على ارض الواقع. هوملاندر جابها تساعده في خططه في الوصول للسلطه والتدمير ستارلايت. سيستر سيج قدرت تشوه صوره مناصري ستارلايت عن طريق انها خلت هوملاندر يقتل اشد معجبينه وتلبسها في جماعه ستارلايت، ولسه هنشوف منها كتير. اما فاير كراكر فدي مجنونه عنصريه نازيه مؤمنه بنظريات المؤامره، صوتها عالي، حواليها مجموعه من المتعصبين الخرفان اللي بيصدقوها في اي حاجه. هوملاندر ضمها لفريقه لتشويه سمعه ستارلايت بشكل مستمر في الاعلام، خصوصا انها بتكرهها عشان اتنمرت عليها وهم اطفال، والاعلام كده كده كله بيطبل لهوملاندر. كده عرفنا اهداف ماذر ميلك وستارلايت. هيوي بيساعد ده وده، وفرنشي نفس الكلام. اما
كيميكو في هدفها تقتل العصابة اللي خطفتها وهي طفلة وحقنتها بكومباوند في، وكانت عايزة تخليها عبد. بيلي بوتشر بقى مختلف. من ساعة ما بوتشر عرف ان مصل الكومباوند في المؤقت دمره وافسد جسده ودماغه، والدكتور قال له متبقالك بس 6 شهور وتموت، بوتشر اولوياته اختلفت. بدل ما كان مصمم يقتل هوملاندر ويستعيد رايان ابن مراته، لا بقى يتهلوس بمراته، وبقى شايف ان الهدف الرئيسي ليه في الحياة انه لازم يستعيد رايان من هوملاندر قبل ما يسمم عقله ويكبر ويبقى زي ابوه. دي الحاجة الوحيدة اللي هتديله قيمة في الحياة. بيشاركوا الهدف ده شخصية جديدة وجامدة فشخ ظهرت، جو كيسلر، اللي بيقوم بدوره الممثل جيفري دان مورجان. مبسوط فشخ انهم جابوه الموسم ده زي ما جابوا سولجر بوي الموسم اللي فات. اساسا الممثلين دول كانوا بيقوموا بدور الاب وابنه في مسلسل سوبر ناتشورال، والجميل ان بعض كتاب مسلسل سوبر ناتشورال هم اللي مشاركين في ذا بويز، فدي حلوة جدا. طب مين بقى جو كيسلر بقى يا معلم؟ ده كان زميل بوتشر في الجيش وخاضوا اهوال سوا، زي ما تقول كده اخوه في القتال. دلوقتي هو عضو في المخابرات، بس هدفه مش زي الباقي انهم يقتلوا نيومان، لا هو عايز يقضي على الراس الكبيرة هوملاندر. جو كيسلر شايف ان هوملاندر خطر على البشرية، ولو سابوله ابنه رايان هيسمم عقله، وساعتها هيبقى زي ابوه واسوأ، وممكن يدمر البشر او يحولهم لعبيد تحت حكم الخارقين. فالحل بالنسبة له انه يخطف رايان ويحوله لجندي يمرنه على القتال، ويخلي هدفه الاول والاخير انه يقتل ابوه هوملاندر. طبعا الحل ده مستحيل يمشي مع بوتشر. هو عايز رايان يكبر ويقضي على ابوه، بس في نفس الوقت مش عايز يسجنه او يرغمه على حاجة هو مش عايزها. مش عايز ياخد منه براءته، عايزه يعيش حياة طبيعية زي ما امه اللي هي مرات بوتشر كانت عايزة، وبكده يكون حقق اللي هو عايزه قبل ما يموت. هوملاندر كده مش فارق مع بوتشر بعد ما عرف انه هيموت كمان 6 شهور. نخش بقى على رايان في مرحلة المراهقة. عقله بيتشكل دلوقتي في صراع وجودي ونفسي ما بين ابوه وامه، او التربية اللي امه ربته عليها بين الصح والغلط. انه يقتل ده بيعذب ضميره، رغم ان ابوه هوملاندر قال له البشر مجرد العاب موجودة لتسليتنا. هو مش قادر يتقبل الفكرة دي، وبعد رفض بوتشر ليه مستسلم لابوه خلاص. بوتشر بيحاول يرجعه، الواد لسه فيه خير جواه، بس قوته اللي بتزيد كل يوم بتخليه خطر وتهديد لناس كتير جدا، منهم ابوه نفسه. وده يدخلنا في هوملاندر دلوقتي يا اخوانا بيعاني من ازمة منتصف العمر، زي ما تقول كده ضيف الاكتئاب على جنونه وساديته ووحشيته. الراجل من كتر ما هو ملان وكاره اللي بيعرض له، طلب من دي بيقوم يعمل حاجات قليلة الادب مع ترين، حرفيا بقى يتحول لكرتون توم وجيري من الاندهاش. كنت فاكر انه هيعملها بجد، اللي هو احنا وصلنا للمرحلة دي. ده غير الصورة اللي بعتها بوتشر لنيومان، كانت هتخليني ارجع من الصدمة والقرف. حرفيا كل موسم بيعلي على الموسم اللي قبله في الخرا ده. ما علينا، ازمة هوملاندر الوجودية مخلياه مش حاسس باي انجاز بيعمله. بيقول انه عاش حياته كلها عشان يوصل لرئاسة فوت، ولما وصل مش حاسس بالانجاز نهائي. الراجل جنونه وصل لمرحلة انه بدل ما بقى يكلم شخصيته الشريرة في المراية زي ما شفنا كده الموسم اللي فات، لا ده بقى يكلم كذا شخصية بتعيط، وشخصية بتسوقه، وشخصية بتلومه، وشخصية غاضبة. تخيل حد بالقوة دي والمرحلة دي من الجنون هيوصل لإيه؟ هو دلوقتي طبعا شايف نفسه بيكبر في السن، شعره بيبيض وابتدى يعجز، وابنه بيكبر قدام عينيه وبيبقى أقوى منه. بيغير من ابنه لدرجة إنه اتدخل في السرقة الوهمية اللي عاملينها عشان ابنه ما ياخدش منه الأضواء، وفي نفس الوقت عايز ابنه يكون خليفته، اللي هو ما تعرفش بيفكر ازاي. وخلي بالك أنا مقتنع إنه مع الوقت هتزداد الغيرة دي من ابنه وهيبقى عايز يقتله، وأراهنك إن دي النقطة الفاصلة اللي هتخلي رايان يقلب عليه. او ممكن على فكرة هوملاندر ينجح ويقتله، وده هيبقى صادم فشخ وهيخلي بوتشر يتجنن لاقصى درجة ممكنة. وغالبا بوتشر لو عرف ان رايان مات هيحقن نفسه بالكومباوند في الدائم، بما انه كده هيموت فهيجازف، واما المصل هيموته او هيستعيد قدراته وهينتقم من هوملاندر. وغالبا هيستعيد قدراته، بس ده تخمين ممكن يصيب او يخيب. بالاضافة من غيرة هوملاندر من ابنه، فدلوقتي بقى هدفه انه مش بس يسيطر على فوت، لا ده عايز السيطرة الكاملة على أمريكا عن طريق نيومان، وحكم البشر بالاستعانة بسيستر سيج اللي هتعد خطة محكمة عشان يوصل للهدف ده. طبعا نيومان بتسمع كلامه مؤقتا، بتنفذ اللي هو عايزه لغاية ما العالم بتاعها يخترع لها فيروس كفيل بالقضاء على هوملاندر، زي ما شفناها في مسلسل جيم في كده، وهي بتجرب الفيروس ده على الخارقين وبتقتلهم بأبشع الطرق الممكنة. نيومان همها الأول والأخير بنتها اللي حولتها الخارقة عشان تحميها، وعارفة إن بنتها
بنتها عمرها ما هتكون آمنة طول ما هوملاندر بيهددها بيها، فزي ما تقول كده بتتعاون معاه لغاية ما توصل لهدفها وتبقى رئيسة أمريكا وتخترع فيروس للقضاء على هوملاندر. آخر شخصيتين عايز أكلمك عنهم بسرعة هما بلاك نوار وترين. طبعا كلنا اتفاجئنا لما بلاك نوار اتكلم، عمل لنا صدمة، وده لأن الشخصية اللي جوه البدلة السوداء دي مختلفة عن بلاك نوار الحقيقي اللي قتله هوملاندر بعد ما عرف ان بلاك نوار كان عارف ان سولجر بوي ابوه وخبى عليه. تعرف ان الراجل الجديد اللي بيقوم بدور بلاك نوار اللي بيتكلم كتير وتحسه مختلف بالكامل عن الشخصية اللي نعرفها، هو نفس الممثل اللي كان بيقوم بشخصية بلاك نوار اللي ما بيتكلمش. هو الممثل بس المرة دي بيتكلم. حتة جامدة جدا جدا بصراحة. الاخير طبعا هو ترين، وده مش محتاج كلام كتير، زي ما شفنا ماذر ميلك جنده وهيعمل لحساب ذا بويز. هيكون عميل السري داخل فريق ذا 7 وهيتجسس على هوملاندر، وطبعا نهايته هتكون مأساوية وهوملاندر هيقتله بأبشع الطرق الممكنة. ده تخميني. من البداية واضح ان ترين مختلف، ضميره لسه بيأنبه، واللي جاي طلقة حي يا اخوانا. 3 حلقات نار عجبوني فشخ بعيدا عن المشاهد المقرفة اللي فيهم، ومستني معركة دموية وعنيفة والتحام اقوى من التحام بوتشر وسولجر بوي وهوملاندر في الموسم الثالث. ناس كتير شايفة ان المسلسل بيتحلب، بس انا بصراحة ما اكدبش عليك عايزه يكمل ويمطوه على قد ما يقدروا. المسلسل رائع يا اخوانا. فئة الابطال الخارقين محتاجة مسلسل زي ذا بويز بعد انهيار عالم مارفل ودي سي. احنا زهقنا من المثالية المزيفة وافلام العائلات. اديني في العنف والدموية من غير اجندات كتير مقحمه ولا كوميديا مبتذله. طبعا في اجندات كتير في الفيلم، عارفين اللي فرنش عمله، وعارفين برضو حته ان البنت الذكيه دي اسمها اذكى انسانه على الارض مش اذكى امراه على الارض، وبتتضايق من كلمه اذكى امراه. وفي حاجات كتير طبعا مقززه، بس على الاقل مبلوعه في القصه، فاهمني؟ او انت تقدر تعديها من غير ما تحس بفرق، مش مقحمه مش اوفر. طبعا انا مش ببرر لها، هي غلط، والمسلسل كله للكبار فقط ومليان حاجات غلط اصلا، بس هو مسلسل مصمم للبالغين. لو مش قادر على الحاجات دي ما تتفرجش عليها. تقييمي الاول 3 حلقات من ذا بويز هو 9 من 10. قول لي رايك في الكومنتات يا معلم، وكالعاده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الانستا، وبيس.